أسبوع بعد بث الشروق الإخبارية لتحقيق حول الاختراع في الجزائر وتطرقها لحالة المخترع توفيق زعيبط مكتشف دواء لمعالجة داء السكري، رد الفعل الرسمي لم يتأخر ليأتي من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف الذي استقبل المخترع في مقر الوزارة. من خلال ما قدمتوه انتم اتصلنا به من جديد وجبناه وخذينا الادويه نتاعو. الان احنا عندنا طريقه علميه هي انه نعرض هذا الدواء على المخبر نتاعنا الان سي بي بي، نعرضوه على ليزيكسبير باش يشوفوه على مستوى بعض باش تكون فيه نتائج الى غير ذلك، وبعد ذلك ان شاء الله يسجل هذا الدواء ويسوق. خلاص عندهم دوك الملف، يبقاو الاجراءات والتحاليل و tout ce qu'il faut pour l'enregistrement وإن شاء الله يهبط للمارشي. تصنيع الدواء وطرحه للبيع في السوق يعتبر الشغل الشاغل للمرضى والذين ينتظرون تسويقه بفارغ الصبر. احنا في الجزائر التسجيل نتاع الدواء نتاعنا من الاجراء نتاعو صعب، موش معقد، صعب، لانه كل ما يتعلق بالصحه نتاع الانسان لابد من اجراء اجراءات صارمه وردعيه باش ما يكونش فيه اي تهاون وما يكونش فيه ادنى خطا. نوصلوا ان شاء الله ونبرهنوا باللي قادرين، هم لا مان دون لا مان وما نخافوش والعمل على ربي ان شاء الله. ونهني الشعب الجزائري بهذا الانتاج اللي انا متاكد بلي راح يكون يخلق ثوره كبيره جدا في هذا المرض. تبقى إذن حالة الدكتور توفيق زعيبط الذي سلط عليه برنامج الشروق تحقق الضوء عينة من حالات كثيرة لمخترعين جزائريين صنعوا الحدث وينتظرون التفاتة من قبل المسؤولين.